احنا اتنقلنا لبيت جديد. كل اللي اعرفه عن البيت ده شوية حاجات بسيطة، زي انه كان مقفول من فترة كبيرة، وزي كمان ان في ناس كتير اتنقلت قبلينا في البيت ده، بس كل مرة كانت بتسيبه لسبب مجهول، او هما ما كانوش عايزين يقولوا السبب الحقيقي. في الحقيقة انا من اول يوم رحت فيه البيت ده وانا دايما بحس بحاجة غير طبيعية، معرفش ليه مش مرتاحاله. ممكن عشان بيت جديد، مش عارف. بس المشكلة دلوقتي مش في البيت ولا حتى في الناس اللي سابوه، المشكلة في الأحلام المرعبة اللي دايما بشوفها وأنا موجودة جوه البيت ده. أول حلم حلمت بيه جوه البيت ده، شفت نفسي وأنا نايمة على السرير، وشفت كل تفاصيل الأوضة، شفت كل حاجة من فوق. بس المشكلة إن شفت شيء مرعب جنب نفسي وأنا نايمة. شفت أطياف سودا كتير جدا. أطياف دي كانت بتحاول ان هي تخنقني. بعد فترة مش عارفة قد ايه صحيت من الحلم اخيرا، صحيت وانا مرعوبة، ولما حكيت لماما الحلم نصحتني اني اقرا قرآن قبل ما انام. انا فعلا لما ابتديت اقرا قرآن الاحلام قلت كتير، بس في يوم نسيت اعمل كده وشفت حلم مرعب للمرة التانية برضو زي الحلم اللي قبليه. شفت نفسي وانا نايمة على السرير وشفت كل تفاصيل الأوضة، بس المرة دي الأطياف السوداء ما كانتش موجودة. أنا شفت ناس كانت واضحة جدا. الناس دي كانت لابسة جلاليب قديمة وعمم مقطعة وماسكة حاجات غريبة في إيديها، وكانت عمالة تلف حوالين السرير وتغني وترقص زي ما تكون بتعمل زار مثلا أو حاجة زي كده. ما كنتش فاهمة أي حاجة من اللي شفتها، بس الحاجة اللي لاحظتها في الحلم ورعبتني فعلا، شخص من الأشخاص دول كان قصير جدا وشكله مختلف عنهم كلهم. كان قاعد جنب راسي على السرير وحاطط ايديه على راسي، وفي نفس اللحظة دي كنت بحس بألم فظيع في جسمي كله. وطبعا كالعادة بعد فترة كبيرة صحيت أخيرا من الحلم. من هنا ابتديت أدور ورا تاريخ البيت، وعرفت إن البيت ده بيقولوا إن هو مسكون بالجن، وده سبب الأحلام الغريبة اللي بشوفها. فانتوا رأيكم إيه؟ هو البيت فعلا مسكون بالجن والجن هم اللي بيخلوني أشوف الأحلام دي ولا لأ؟